أن نشاهد فعلا هشام تقريبا الجميع تلمع عيونهم في هذه اللحظات. توتي وروما، من الصعب أن نشرح العلاقة والحب الكبير والشغف والعشق الذي يكنه جمهور روما لتوتي. صعب أن نشرح هذا بكلمات. من عاش في روما، من عاش الكالتشو، يعلم تماما عن ماذا نتحدث عن لاعب مرتبط بجمهور ومدينة مرتبطة بلاعب إلى درجة كبيرة جدا. ربما هذه المشاهد تعطينا تفاصيل عن هذا الارتباط الكبير. توتي يكمل الجولة بخطى متثاقلة توضح أنه فعلا لم يكن يريد أن يصل إلى هذا اليوم فرانشيسكو توتي، لكن تحية للجمهور له مميزة يستحقها توتي. نحن عشاق الكالتشو نخسر أسطورة من أساطير الزمن الجميل لهذه اللعبة. متبقي بوفون فقط هشام من الزمن الجميل للكالتشو، من زمن العمالقة لكرة القدم الإيطالية، بانتظار نجوم جدد في هذه اللعبة في السيريا. والملاحظة مهمة جدا حسين أنه ولا أحد ترك الملعب حسين. هي الناس جت عشان هذا الاحتفال. هذا ابنه كريستيان. هي الناس جت عشان توتي، صحيح جت عشان روما والمرتبة الثانية، لكن 99% لو تسأل أي واحد من روما لماذا ذهب الملعب يقول لك لتوديع توتي. يعني لو الاحتفالات صارت حتى للساعة يكون 12 بالليل ولا الساعة 1 بالليل الجماهير لن تغادر مكانها. هذه اللحظة تاريخية الكل يريد أن يعيشها، صراحة تبقى في تاريخ كل عشاق روما، كل عشاق الكالتشو. طبعا سباليتي مخه في شيء آخر. سباليتي يفكر في الإنتر أكثر من أي شيء ثاني. لكن أنجز مهمته سباليتي، خلى روما في مرتبة ثانية. لديه مهمة معقدة، لأنه كان لديه أمر معقد، لأنك تدير روما وتدير توتي، فهذا ليس بالأمر السهل. كل الجماهير كانت تطمح في رؤية توتي منذ اللحظة الأولى طيب نعود لكل مرة مباراة. أخرى إلى حسين. تفضل حسين. هشام، عندما عرضت صورة سباليتي على الشاشة الكبيرة صفير استهجان من جمهور روما. هذا الصفير الذي كان عاليا جدا في بداية المباراة عندما ذكر اسم مدرب روما، إشارة واضحة. في النهاية الجمهور يعشق توتي وسيعشقه حتى آخر لحظة، بينما هذا الجمهور رسالته كانت واضحة لسباليتي في هذا اليوم قبل المباراة وبعد المباراة. على الرغم من أن سباليتي قاد روما إذا صح التعبير للمركز الثاني، لكن بالنسبة للجمهور سباليتي مع توتي بالتأكيد توتي هو الذي سيفوز. أكيد. الالتفاف حول رقم 10 حسين على أرضية الميدان بيصير شيء، يقترب توتي من هناك، في شيء بيصير على أرضية الميدان فيه رقم 10. نعم سيدخل توتي بانتظار هذه اللحظات. لا ندري صراحة. حاولت إدارة روما أن تبقي كل شيء مفاجأة للجميع هذه اللحظات، وبالتالي سنشاهد ماذا سيفعل. ما علمناه هو الذي ننقله لكم جميعا في هذه اللحظات، أن توتي يحتفل على أرض الملعب لساعة من الوقت بعد المباراة. كل المسرح لتوتي، هذه الدموع في الملعب هي لتوتي، هذه المشاعر الكبيرة هي لأسطورة روما الذي يستحق ذلك بالتأكيد. سيبقى كلمة يقال أنه رقم 10 سيكون لابنه كريستيان، سيبقى لكريستيان بانتظار أن يصل كريستيان إلى الفريق الأول، لكن ممكن أن يكون هذا الأمر هو الحل، وبالتالي لا يتم سحب الرقم 10 بشكل نهائي، بل يترك لابن توتي كريستيان. هذه الصور رائعة في الملعب. وأيضا الآن فقط التعليق هشام على هذه اللحظات المؤثرة، بعد ذلك سيكون هناك وقت للتعليق على أمور جانبية. مثلا لو انتبهتم لقاء توتي مع بالوتا إلى أي حد كان باردا على أرض الملعب. عموما هذه أمور سيترك التعليق عليها لوقت لاحق. الآن فقط لهذه الأصوات، لهذا الجمهور، لهذه اللحظات الرائعة والمؤثرة والتاريخية لفرانشيسكو تحت هتاف جمهور روما c'è solo un capitano.
من السهل لكم أن تقولوا إيش. حسنا، نحن على ما يرام، وصلنا إلى هذه اللحظة. هل تسمعونني؟ يبدو وكأننا في حفلة. للأسف لقد وصلنا إلى هذه اللحظة، وما كنت أتمنى أن أصل لهذه اللحظة، ما كنت أتمناها أبدا، ولكن للأسف هذه اللحظة ها هي قد أتت. هذه الأيام قرأت الكثير من الأشياء التي كتبت عني، وكانت أشياء جميلة، بل هي جميلة للغاية. دائما ما انتحبت، لقد بكيت كثيرا وذرفت الكثير من الدموع. والسبب في ذلك لا أستطيع أن أنسى 25 سنة قضيتها هنا، وأنتم دعمتمونني في السراء والضراء، ولذا أريد أن أشكركم جميعا، حتى وإن لم يكن هذا أمرا سهلا بالنسبة لي. أنتم تعلمون أنني ليست لدي كلمات كثيرة لأقولها، ولكن سأفكر. في هذه الأيام مع زوجتي جلسنا سويا وقمنا بسرد بعض الأمور، خاصة عن هذا القميص الوحيد الذي ارتديته في حياتي. أنا أيضا كتبت، بل كتبنا سويا أنا وزوجتي خطابا لكم، ولا أعلم هل سأستطيع قراءتها أم لا. سأحاول. إن لم أنتهي من قراءة الخطاب فسأعطي الفرصة لابنتي كي تكمل قراءة هذه الرسالة وهذا الخطاب. اعذروني، الأمر ليس سهلا، الأمر ليس سهلا. مع الأسف الشديد لا يمكن أن نواصل هذا الحفل الافتتاح، لأنه فيه المباريات ستبدأ بعد حين، ولدينا إعلانات الشهرية طبعا لمدة 3 دقائق، ولذا نأسف لأحباء توتي وأحباء روما، لكن لابد أن نتوقف قليلا ثم نعود، فابقوا معنا.